السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب أم يحيى عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. هنصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. شفتوا جمال البيتزا؟ أحلى بيتزا تعمليها من بواقي التلاجة. تعالي كده نشوف مقاديرنا. معايا كده 2 كيلو دقيق سايب، أدي كيلو وأدي كيلو، 2 كيلو دقيق. شوية زيتون كده، جبت كده ب10 جنيه من السوبر ماركت كده شوية زيتون، لو انت عندك في البيت تمام. وهنا معايا شوية فلفل ألوان، شوية فلفل أحمر، شوية فلفل ألوان أصفر، وشوية فلفل أخضر رومي. عايزة تضيفي فلفل فلفل حراق يعني تمام، لكن أنا مش حاطة لها فلفل حار. هنا بقى التوابل: شوية ملح، شوية بابريكا، شوية فلفل أسمر، شوية زعتر، وشوية سكر كده حلوين. وهنا كده معايا الجبنة الجميلة، شوية جبنة كده موتزاريلا. يا سلام، الله عليك يا ام يحيى، احلى بيتزا هتعمليها ان شاء الله. كان عندي شويه جبنه كده في الفريزر رومي، ورحت ضربهم كده ضربه حلوه في الكبه. مقادير بسيطه جدا، اي بواقي فراخ، اي لحمه، هتعملي احلى بيتزا. هنا معايا كيسين خميره فوريه وشويه توم، لان انا معايا 2 كيلو دقيق، بحط على الكيلو دقيق كيس خميره فوريه، فانا عشان عامله 2 كيلو حاطه كيسين. وهنا معايا الطماطم الحلوه بتاعتنا، طبعا انت هتصفيها عشان دي طماطم بصلصة البيتزا، لازم تبقى متصفية. وهنا معايا الخل، سهلة جدا. وهنا معايا شوية زيت كده من بتاع التموين بتاعنا. انت عندك زيت زيت زيتون، زيت الزيتون برضو تحفة في عجينة البيتزا. تعالي بقى كده، جبت الحلة كده وحطيت فيها هفضي فيها ال2 كيلو دقيق. فضي كده، تعملي بكيلو اعملي ما شاء الله، برضو الكيلو بيعمل حوالي كده صينيتين كبار، بسم الله ما شاء الله. انا ال2 كيلو دول عملوا معايا 5 صواني كبيرة، وكمان فضلت حتة عجينة كمان، كانت ممكن تعمل صينية صغيرة. بسم الله ما شاء الله بجد. طريقة سهلة، مقادير بسيطة، تعملي احلى بيتزا لولادك. عندك بقى دقيق سايب، دقيق اكياس، الموجود بتبقى زي الفل. بأي دقيق سايب، دقيق اكياس، هي النتيجة بتاعتها بتبقى زي الفل. اهم حاجة تعملي العجينة صح. هنا فضيت ال2 كيلو دقيق، احط كده شوية زيت كده حلوين، وزي ما بقولك عندك زيت زيتون حطي، وهحط شوية خل، حوالي 3 معالق كبار خل، علشان دول 2 كيلو دقيق مش كيلو. انت هتعملي بكيلو حطي معلقة ونص خل او معلقة كبيرة. انا كده حطيت الدقيق وعليه شوية زيت، حوالي 3 معالق كبار زيت و... ومعلقتين خل. هنا بقى حبة زعتر كده حلوين، توصي بالزعتر في العجينة، ريحته بتبقى ما شاء الله. وحطيت حوالي 2 معلقتين ونص سكر، وشوية ملح صغيرين. بس نشيل بقى كده بقية التوابل دي لإيه للصلصة بتاعة البيتزا. تعالي بقى كده هنشوف هياخد مننا مية قد ايه. طبعا كل دقيق مش زي التاني. هنا بقى هنجيب الكيس الخميرة وهنفضيهم على الدقيق. كل كيلو دقيق انا بحط له كيس خميرة. انا عشان عاملة 2 كيلو دقيق فحاطة كيسين خميرة. اهم حاجة المية بتاعت العجين اللي هتعجني بيها البيتزا تبقى دافية. اوعي تعمليها بمية سخنة، هتموت معاكي الخميرة. واحنا عايزين العجينة بتاعتنا حلوة، يبقى مية دافية زي دمعة العين كده. هنا كده كنت دفيت كده شوية مية علشان اعمل بيهم عجن منها.
جبت الكوباية وهنشوف هياخد مننا كام كوباية ل2 كيلو. هنا بسم الله كده أول كوباية كنت بتأكد إن هي دافية ولا أزودها، يعني لو سخنة هزودها، لقيتها سخنة شوية قلت لا ده أنا لازم أزودها، لازم تبقى معايا دافية. حط بقى كده ده أول كوباية بسم الله. وخلي بالك المية اللي بحطها دي على 2 كيلو دقيق مش كيلو. ادي كوباية، ادي التانية، ادي التالتة، حطيت 3 كوبايات. هشوف بقى كده واقلب الدقيق كده بالمية، واشوف بقى ياخد مني مية قد ايه تاني. بص بقى العجينة بسم الله ما شاء الله لسه عايزة مية ناشفة خالص. هنجيب تاني المية ونحط كوباية تانية، دي الكوباية الرابعة، وادي كوباية كده 5 كوبايات. نديها عجنة ونشوف عايزة تاني ولا لأ، عشان ما بيبانش الا لما تاخدي وتدي فيه، عشان المية ما تكترش منك والعجينة تبقى سايحة كده ومش حلوة. انتوا عارفين ان العجينة بتاعت البيتزا بتبقى طرية، بتبقى يعني مش ولا ناشفة اوي ولا طرية اوي. خدي بقى كده ودي فيها يا ام يحيى على ايدك. والله يا حبايبي ام يحيى انتوا عايزين تلبسوا جلافزات البسوا، انا ما بحبوش الجلافز ده، ربنا يخلي ايدي يعني. انتوا بقى بتحبوا الجلافزات والكلام ده مع نفسكم. هنا بقى حطيت كوباية مية تاني وكده 6 كوبايات، وبرضو بقى هعجن وهشوف في الاخر عايزة مية تاني ولا كده تمام. خدي بقى كده ودي فيها. هنا بسم الله ما شاء الله ال2 كيلو خدوا معايا 6 كوبايات مية. انتي بقى حطي على الكيلو 3 كوبايات وشوفي هل بقى يحتاج مية، هل لا احط كوبايتين وامشي واحدة واحدة عايز ولا لا. هنا بسم الله ما شاء الله بصوا مادام ايدك نتفت كده العجينة ناجحة وزي العسل. هنا بقى كده حطيت يا دوب ندعة زيت كده على ايدي، ورحت كده ايه من فوق كده عجينة كده، ورحت مغطيها بقى تخمر. هنا بقى جبت حلة على النار اعمل الصلصة بتاعت البيتزا، حطيت فيها كده ندعة زيت ونزلت بكام فص توم، يعني ايه مش مدقوقين قوي يا دوب كده بصي، اديتهم كده غرزة كده. نزلت بقى على شوية الزيت حوالي 3 معالق زيت، ونزلت ايه بكام فص توم كده عليه. اول ما يطلع ريحته، احنا طبعا مش هنحمر التوم لا، احنا بس بننزله في الزيت يطلع ريحته في الزيت، بس يا دوب تشمي بس ريحته. احلى صلصة بيتزا تعمليها ان شاء الله. نزلت كده بشوية الخل عليهم واديها تقليبة بقى. مفيش 3 دقايق تشمي كده التوم كده بالخل كده مع التوم، وانزلي بالطماطم بتاعتك المتصفية لازم تصفيها. هجيب بقى التوابل بتاعتنا اللي هي حوالي معلقتين كبار سكر، شوية زعتر، شوية بابريكا، معلقة توم باودر، بصل باودر، انزلي كده بيهم، وشوية مفيش نص معلقة ملح، وقلبي بقى ودوقي بقى الحقيقة بتاعها. انتوا عارفين الصلصة بتاعت البيتزا بتبقى مسكرة. بص بقى اللي بتاعها كده وسبتها بقى ايه تبقى ايه مع نفسها كده بقى تختم كده مع نفسها. هنا العجينة بسم الله ما شاء الله شايفين الخميرة بسم الله ما شاء الله، العجينة خمرت وبقت زي العسل. بصوا بقى العجينة ناجحة وما شاء الله عليها. طلعي بقى كده منها الهوا، ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك. بجد جميلة وكانت سهلة جدا ما خدتش مني وقت. هنا بقى بنوتي بتساعدني، جبنا كده الصواني بتاعت البيتزا، مسكتها دهنتها كده يا دوب ندعة زيت، وزعتها بالفرشة بتساعدني طبعا. انتوا كمان علموا ولادكم يا حبايبي، خليهم يشاركوكوا معاكم في المطبخ في كل حاجة، يبقوا كده عارفين وعندهم فكرة بكل حاجة ويطلعوا شاطرين.
هنا بقى انا فردت عجينه كده يعني حته عجينه كده كويسه كبيره. بصوا، انا بحبها عاليه. انتي مش عايزاها عاليه، ما تحطيش العجينه دي كلها في الصينيه، حطي اقل منها. ما تكتريش العجينه فيها عشان ما تبقاش معاكي عاليه. لكن انا وولادي بنحبها عاليه كده. تاكلي كده حته البيتزا كده تملى العين كده، تشبعي. يا سلام، سلام عليك يا ام يحيى. فريدي يا ام يحيى، الله عليك الله عليك. بسم الله ما شاء الله. اعمليها كده وفرحي ولادك، كل الولاد بيحبوها. ما تكسليش وتقولي ده متعبة ولا هتكلفك ولا ولسه هجيب مش عارفة ايه اللي عندك في التلاجة اعملي بيه. بواقي لحمة، بواقي فراخ، بواقي صدق، بواقي سوسيس. ايه اللي عندك اعملي بيه وفرحي ولادك. ان شاء الله تكون عندك حتة بانيه، قطعي حتت صغيرة ومع بصلتين واعمليها تبقى زي الفل. هنا بقى ايه، جبت الشوكة كده، ايه اديتها كام تخريمة كده بالشوكة عشان اوقف التخمير بتاعها، عشان ما تعلاش اكتر من كده. الصلصة هنا كانت خلصت، بسم الله ما شاء الله. بصوا صلصة البيتزا عاملة ازاي يا ولاد، ما شاء الله على لونها. البابريكا ظابطة، لونها ظابطة. وكانت طعمها وريحتها مش قادرة اقول لكم ولا اوصف لكم طعمها عامل ازاي. بص قوامها ما شاء الله جميل ازاي. لازم عشان كده بقولك صفيها، علشان بص بتبقى بالجمال ده. هنا بقى ايه، بدهن بقى كده البيتزا هاي الجميلة بتاعتي. وهنا معايا كده طماطم كده مقطعاها حتت صغيره. انت مش عايزه تحطي طماطم، ما بتحبيش الطماطم فيها بلاش. انا بحبها بحب احط لها طماطم. حطيت الطماطم. وهنا كان عندي كده حته كده صدق في التلاجة، قلت لها تعالي بقى. ورحت ايه بقى مديها كده تسخينه كده، ورحت ايه نازله كده ايه على البيتزا بتاعتنا الجميله بيها. تعالي بقى بالفلفل الالوان، احمر واصفر والاخضر. عندكش فلفل الوان حطي فلفل رومي، عايزاها حراقه حطي فلفل قرنين كده حاميين. لكن ايه زي ما انت شايفه كده انا حاطه فلفل الوان وفلفل رومي. ما عندكيش فلفل الوان حطي رومي. ما تقفيش على اي حاجه، كله حلو وكله زي العسل. هنا كده بحبه الزيتون كده اللي جايبينهم ب10 جنيه. رحت ايه بقى مقطعهم كده حتت صغيره، رحت نازله ايه بيهم. والله حبه الزيتون الصغننين دول يا حبايبي عملت منهم حوالي 3 صواني. لكن بقيه الصواني ما افضلهاش زيتون بصراحه. هنا بقى شويه الجبنه الرومي. الله، جميله جميله بجد. جميلة بجد، ولا مكلفة ولا الكلام ده، ولا وقت ولا الكلام ده. يعني بعد ادخلها الفرن مفيش 5 دقايق بس، واروح مخرجاها محط لها الجبنة الموتزاريلا. يا سلام، الله الله اكبر. احلى صينية بيتزا تعمليها باقل تكاليف ومن غير مجهود. بسم الله ما شاء الله، بجد جميلة. دي بقى كانت صينية تاني لسه هدخلها الفرن. متنسيش اللايك.